الأسئلة المهمة اللي بتجيلنا: ابني ما بيتكلمش، عنده 2 عنده 3 سنين، ابني متأخر في الكلام. بعيدا عن الأسباب العضوية للتأخر اللغوي، في مهارات لازم الطفل يتعلمها، لازم ماما وبابا يبقوا عارفينها. المهارات اللي لازم الطفل يعملها قبل الكلام عشان يعرف يتكلم كويس. كتير من الأهالي بيبقوا مستنيين أول كلمة من طفلهم، لكن الحقيقة إن الكلام مش بيظهر فجأة. قبل ما الطفل ينطق لازم يكون اكتسب شوية مهارات مهمة في حياته، لأن هي الأساس اللي بتبني عليها الكلام واللغة. ولو المهارات دي فيها ضعف ممكن الطفل يتأخر في الكلام حتى لو سمعه كويس. أولا، الانتباه والتركيز. الطفل لازم يعرف يركز مع الشخص اللي قدامه ولو لدقايق بسيطة، ويبص له وهو بيتكلم أو بيلعب معاه. الطفل اللي مش بينتبه أو سرحان طول الوقت بيكون صعب يتعلم كلمات جديدة. طب إزاي أنميها؟ نلعب ألعاب فيها انتظار ودور، ننادي على الطفل باسمه ونكافئه لما يبص، نقلل الموبايل والتلفزيون وقت اللعب. ثانيا، التواصل البصري، إن الطفل يبص في وش ماما أو بابا أو المعالج أثناء اللعب أو الكلام. التواصل البصري بيساعد الطفل يفهم تعبيرات الوجه ويتعلم يقلد الأصوات والكلمات. ثالثا، الاستجابة للاسم. من أهم المهارات إن الطفل لما يسمع اسمه يلف، يبص، ينتبه أو يرد بأي طريقة. دي بتدل إن هو منتبه للي حواليه. رابعا، التقليد. التقليد هو مفتاح التعلم. الطفل الأول بيقلد الحركات، وبعد كده يقلد الأصوات، وبعد كده يقلد الكلمات، زي السقفة، كلمة باي باي، بوسة في الهواء، أصوات الحيوانات. لو الطفل مش بيقلد غالبا هيتأخر في اكتساب الكلام. خامسا، اللعب. اللعب مش مجرد تسلية، ده وسيلة تعلم، لأن الطفل بيعرف يلعب باللعبة الصح ويقلد اللعب التخيلي، زي يأكل العروسة، يشرب الدبدوب، يشارك حد في اللعب. كل ما اللعب بقى متنوع اللغة هتزيد عند الطفل. سادسا، الفهم قبل الكلام. الطفل لازم يفهم قبل ما يتكلم، يعرف ينفذ أوامر بسيطة زي هات الكورة، اقعد، افتح الباب، تعالالي. الفهم بيظهر قبل النطق، ودي مرحلة طبيعية جدا. سابعا، الإشارة وطلب الاحتياجات. قبل ما الطفل يقول عايز بيبدأ يشاور على الحاجة اللي هو عاوزها، أو يمد إيده، أو يبص للشخص، وبعد كده الحاجة. الإشارة من أهم علامات تطور التواصل، ومش معناها إن الطفل هيتعود عليها ومش هيتكلم، بالعكس هي خطوة مهمة قبل الكلام. ثامنا، المشاركة والانتباه المشترك. يعني الطفل يشارك اهتماماته في حاجة، مثلا يبص على العربية وبعد كده يبص لك كأنه بيقول لك بص على العربية دي. المهارات دي مهمة جدا لتطور اللغة. تاسعا، إصدار الأصوات. قبل الكلمات الطفل بيبدأ يطلع أصوات كتيرة زي دادا، بابا، ماما. المناغاة والتجربة بالأصوات مرحلة أساسية قبل الكلام الحقيقي. عاشرا، التقليد الصوتي، إن الطفل يحاول يقلد صوت جرس، صوت عربية، صوت قطة، صوت كلب، أو أي صوت يسمعه. تقليد الأصوات أسهل من الكلمات وبيكون بداية ممتازة للنطق. طب إزاي أساعد طفلي؟ أتكلم معاه طول الوقت وأوصف الشيء اللي بعمله دايما، ألعب معاه ألعاب بسيطة وتفاعلية، أقرأ له قصص مصورة، أغني له أغاني فيها حركات إيقاعية. شجعه على أي محاولة للتواصل حتى لو كانت بالإشارة وبالصوت. ابعدوا قدر الإمكان عن الشاشات لأنها بتقلل فرص التفاعل الحقيقي. طب إمتى أقلق؟ لو الطفل مش بيستجيب لاسمه، لو الطفل مش بيبص في وش الناس، لو مش بيشاور على اللي هو عاوزه، لو مش بيقلد حركات وأصوات، لو مش بيفهم الأوامر البسيطة المناسبة لسنه، أو اتأخر في الكلام بشكل واضح جدا، يبقى الأفضل تقيمه عند أخصائي، لأن التدخل المبكر هيفرق جدا في سرعة التحسن. خلاصتنا، الكلام مش أول خطوة في الرحلة، هي نتيجة مهارات كتير بتتبني واحدة واحدة.
كل ما نهتم بالمهارات اللي قبل الكلام زادت فرصة الطفل انه يتكلم بسرعة ويتواصل بشكل افضل. اهم حاجة نصبر ونشتغل مع الطفل باللعب والتفاعل اليومي، لان كل دقيقة تواصل حقيقية مع طفلنا هتساعده يقرب اكتر من اول كلمة عايزه ينطقها. ودمتم سالمين.